بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصفتنا تشريبة براس العجل مع الشيف حمودة. عندي راس عجل مسلوخ ومقطع قطع صغيرة. طبعا هون رمالي راس العجل 5 كيلو لحمة تقريبا، غليته بالمطيبات وصفيته من المي. هون الشيف بيعمل اللبنية وهي خلط الجميد مع الشنينة أو اللبن مع شنينة على حسب رغبتكم. ثم وضع لحمة العجل مقطعة داخل اللبن حتى تكمل استوائها مع اللبن. عند استواء لحمة الراس راح نشيلها من الطنجرة ونضعها على جنب. راح أترك طنجرة اللبن على الغاز على نار هادية ونبلش بوضع خبز المشروح داخل الطنجرة. هون تقريبا استخدمنا 3 أرغفة كبيرة من خبز المشروح. راح نضغط على الخبز حتى يتشرب اللبن لمدة 5 دقايق، وبعدين راح نسكب الخبز المشرب داخل طبق التقديم. يزين بالحمص الحب، وتوضع لحمة الراس على تشريبة الخبز، وترش باللوز المقلي بالسمن البلدي والبقدونس المفروم. وهيك وصلنا لنهاية وصفتنا مع الشيف حمودة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. وإلى اللقاء في وصفة جديدة، مع السلامة.